جماعة، هو مين اللي قال إن أكل المطاعم أحلى؟ ده مفيش أحلى من الأكل البيتي. شوية جمبري بالخلطة ما يختلفش عليه اتنين، سوا مظبوط وتقشير مفيش أسهل من كده، وطعم مفيش بعد كده. معروفة عندنا جمبري يبقى لازم نديله حقه تمام علشان يطلع معانا حلو بالشكل ده. لايك بقى للفيديو وتعالوا أقول لكم طريقتي في الجمبري وإزاي بنضفه. أول حاجة معايا طبق ومعايا مصفى. هننزل بالجمبري بتاعنا كده في المصفى عشان يبقى سهل عليا بعد كده ان انا اطلعه من الميه، عشان لو في اي رمل بقى او اي حاجه يعني ما تطلعش معايا تاني في الجمبري، تبقى كلها في الطبق من تحت. هغسل بقى مره واتنين وتلاته لحد ما الميه تنضف كده. بفضل اغير كده في الميه وبحط ميه جديده واغسل فيه لحد ما تنضف معايا ويبقى زي الفل. المصفى بتسهل عليا عشان اطلعه كده على طول. بعد كده بقى هبدأ اجيب المقص وهنشيل بقى الشنبات بتاعته كده عشان ما تضايقناش بعد كده في الاكل. ومن الظهر كده بالسكينه ببدأ ان انا افتحه عشان اشيل الكيس الرمل بالشكل ده. بصوا بيتشال سهل قوي بالطريقه دي، وكمان الطريقه دي بتخليه بعد كده يبقى بعد ما بيستوي بيبقى سهل في التقشير، بتسهل الموضوع يعني. هفتح كله بنفس الطريقه وبشيل الكيس، ما ينفعش ان احنا نسيبه، وما ننساش ان احنا نشيل الشنبات دي، بتبقى في الاكل بتضايق يعني. هخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة عشان لسه هنغسله برضو غسلة كمان بعد ما نضفناه. بحب اغسله في الاول عشان لو في اي رملة او اي حاجة، وبعد كده طبعا عشان بعد ما شلنا الكيس. بعد ما غسلته بقى يعني شوية ملح كده حلوين، وهبدأ ان انا ادعكه شوية بالملح، وبعد كده هديله غسلة بقى من الملح. وتعالوا بعد كده نجهز التتبيلة بتاعته. تتبيلة سهلة كده وسريعة على طول، بس هتديله طعم حلو قوي. في طبق بقى هننزل بمعلقتين كبار من الثوم المفروم وكمون وكزبرة، ومعلقة صغيرة كده من البابريكا وتوم باودر وفلفل اسود وبصل باودر وملح. ما بنكترش ملح في الأسماك. وبعد كده هننزل عليهم بالليمون بتاعنا، هنعصر كده ليمونتين أو 3، وهندي تقليبة. وبعد كده بقى هنزل عليهم على الجمبري بالتتبيلة بتاعتنا الحلوة دي. مش بسيب الجمبري كتير في التتبيلة، يا دوبك بس بجهز بعد كده باقي الحاجة بتاعتي أو نص ساعة بالكتير. هندي تقليبة كده بالبولة يعني عشان يتقلب معانا كله كده، يبقى فيه توم والبهارات يعني. تعالوا بقى نحضر الحاجات بتاعتنا كده والخلطة بتاعتنا. معايا بصلتين، وواحدة من الفلفل الأصفر وواحدة من الفلفل الأحمر، فلفل رومي اللي هو الأخضر، وحبتين طماطم، وواحدة من الفلفل الشطة، وده اختياري. هنقطع بقى الحاجات بتاعتنا كلها جوليان أو أي تقطيعة انتوا حابينها أو مكعبات بأي شكل انتوا عايزينها. ولو مش عندنا فلفل ألوان ممكن نستغنى عنه، مفيش مشكلة، ونكتفي بالفلفل الأخضر زي الفل، مفيش أي حاجة يعني. الفلفل اللي موجود عندنا أكيد بنستخدمه. هقطع كل الحاجات اللي عندي بنفس الطريقة، ما بكترش طماطم، هما حبايتين بس. تعالوا بعد كده بقى في أي طاسة على النار كده على البوتاجاز، وهنسخنها كويس ومعلقتين كده من الزيت، وهننزل بقى بالحاجات دي كلها كده في قلب الطاسة. هسيبها على النار دقيقتين كده يا دوبك بس تدبل معايا، مش هسيبها وقت طويل يعني. هديها تقلبتين كده دقيقتين على النار. بما ان احنا برضو عملنا يعني حاجات كتير، فهنزود شوية ملح صغيرين وشوية كمون وكزبرة وتوم باودر عشان بس نظبط الطعم بتاع الحاجات دي كلها. خلاص كده دبلت معايا، هدي تقليبة. وتعالوا بعد كده بقى ننزل بالجمبري بتاعنا المتبل وجاهز ومفيهوش اي حاجة خلاص. نزلت بالجمبري، هسيبه شوية كده، وبعد كده هنبدأ ان احنا ندي تقليبة. ممكن ما نقلبش بالمعلقة ونقلب يعني يا دوبك بس نهز كده الطاسة او الصينية او الحاجة اللي احنا بنستخدمها، وهو بيغير لونه على طول بالشكل ده. خلاص كده هو قرب يستوي، ما بياخدش وقت كتير على النار.
هكون بقى غالية مية معايا على البوتاجاز، وهبدأ أزود كوبايتين من المية المغلية في حالة ما أكون عايزة يعني شوربة. لكن لو أنا مش حابة شوربة كتير ممكن أزود كوباية واحدة، يعني زي ما انتوا حابين. هسيبه على النار 5 دقايق، ما بسيبوش وقت طويل، الجمبري ما بياخدش وقت في السوا خالص. بغطيه واسيبه كده يغلي غلوتين، وبعد كده هيكون جاهز معايا. بصوا بقى الشوربة شكلها عامل ازاي وطعمها وريحتها تحفة. التتبيلة اللي احنا عملناها وهو الجمبري مديها طعم حلو قوي. شوية كزبرة كده بقى متقطعين كده بعد ما طفيت، وهدي تقليبة، وكده الجمبري جاهز معايا. بصوا بقى شكله، بصوا يعني بقشره سهل ازاي، مفيهوش اي حاجة ومستوي سوا مظبوط. مهم قوي ما نسيبوش وقت طويل على النار عشان السوا بتاعه يبقى حلو. بعد كده بنقدمه بقى بالهنا والشفا. جربوه، قولوا لي رأيكم في التعليقات. باي باي.